عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أكلة حلوة. هعمل لكم طريقة عمل الكيكة بالبرتقال. أول حاجة أنا عندي 3 كوبايات من الدقيق. طبعا هنخلهم، لازم الدقيق يتنخل كويس. وطبعا المقادير بتاعتها هبتدي ان انا انزلها لكم دلوقتي. عندي 3 كوبايات من الدقيق، ودي الكيكة دي هعملها كيكة برتقال. هبتدي ان انا انخل فيها كويس جدا، وطبعا هو حاجة من الاتنين، يا الا هضربها في الخلاط يا الا هضربها بالمضرب. عندي كوباية من السكر البودرة، ولو عندك سكر عادي برضو ممكن هتنفع برضو. يا سكر بودرة يا سكر من اللي هو العادي بتاعنا. بالاربع بيضات، ادي تاني بيضة. طبعا ده بحطه على السكر، يعني بحط البيض على السكر. دي رابع بيضة، وبعد كده هنزل طبعا بالفانيليا عشان انا هضرب البيض. هبتدي اضرب البيض مع السكر، وسواء سكر بودر او سكر عادي الاتنين هينفعوا. ممكن اضربهم بالخلاط وممكن اضربهم بالمضرب الكهربائي. هبتدي ان انا اضربهم ضرب كويس جدا، لازم ان هم يمتزجوا مع بعض كويس جدا بالمضرب او سواء الخلاط زي ما احنا حابين. طبعا وعندي 3 كوبايات من الدقيق، طبعا انا نخلاهم وركناهم على جنب. ابتدت اهي العجينه بتاعتنا تبتدي تنفش اهي معانا. وطبعا عندي كوبايه الا ربع زيت ذره، يعني عشان زيت الذره نضيف، الافضل ان انت تحطي زيت ذره. فانا حطيت 3/4 كوبايه من زيت الذره. وعندي الدقيق بتاعي ال3 كوبايات هحط عليهم كيس بيكنج باودر، ده اللي هينفشها لي ويخليها لي جميله. وطبعا عندي بشر برتقان، كنت طبعا البرتقان بعد ما انا عصرته بشرت معلقتين كبار كده من قشر البرتقان، البرتقان البلدي. طبعا القشر ده بيديها طعم حلو قوي. طبعا الخليط الحلو ده كله اللي انا عملته وضربته بالمضرب هنزل بيه. هبتدي ان انا انزل بيه على الدقيق بتاعي والبيكنج باودر. طبعا لسه ما حطيتش لسه عصير البرتقان، هبتدي ان انا اقلب فيها لحد ما يتجانسوا كده مع بعض، وابتدي انزل بكوبايه من عصير البرتقان. طبعا عصير البرتقان يا جماعه دلوقتي متوفر جدا وكتير، البرتقان البلدي بيدي طعم ومزازه حلوه قوي للكيكه. فانا طبعا هبتدي اقلب فيها كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما يمتزج الخليط كله كويس. وانا دلوقتي ببتدي ان انا ادهن الصينيه سمنه، وطبعا هبدرها بشويه من الدقيق. بعد ما انا بحط السمنه على الصينيه هبتدي ان انا احط شويه من الدقيق وابدر الصينيه من تحت. وابتدي ان انا العجين طبعا جاهز اهو، هبتدي ان انا انزل بيه واحطه في فرن البوتاجاز. آه تقريبا كده من نص ساعه لساعه الا ربع، لساعه الا تلت. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هسيبها انها تبرد، وبعدين ابتدي ان انا اقلبها عشان ابتدي ان انا اقطعها. وطبعا هي كيكة البرتقال دي معروفة جميلة جدا وطعمها حلو. وطبعا فرصة ان دلوقتي البرتقال متوفر في السوق بكميات كبيرة جدا. فطبعا يعني والمرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم كيكة اللبن. دي برضو بتبقى حلوة، او كيكة الشوكولاتة برضو. بس جربوا الطريقة دي جميلة جدا بصراحة. وطبعا تعتبر موفرة، كل الحاجات تعتبر موجودة في البيت. عندنا الدقيق، عندنا البيض، عندنا الحاجات دي كلها، ومفيدة جدا للولاد ومغذية ليهم. وده الشكل النهائي بالنسبة للكيكة اللي احنا عملناها. وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة بتاعتنا، قناة أكلة حلوة.